الوصفة اليوم من المطبخ الهندي واسمها كاجو مسالا. الطعم خيال من كمية المنكهات اللي بيها، ويقدموها عادة ويا خبز النان اللي سويت لكم اياه بفيديو سابق، بس أنا هالمرة قدمتها ويا معجنات وطلعت ولا أروع. طاوة خليت زيت وحمصت بيه الجازو وصفيته، وبالزيت الباقي حمصت البهارات الصحيحة اللي هي كمون، دارسين، ورق غار، هيل وهيل أسود وكبابة، وضفت لهم شوية ثوم وشوية من الزنجبيل. وراها خليت الفلفل الحار وبصل مفروم ناعم كلش، وانتظرتهم يحمسون زين، وخليت الطماطم مفرومة ناعم، وحاولوا لا تغطوها حتى تجر ميها وتثخن. والبهارات المطحونة كتبت لكم إياها أسفل الفيديو، وهي بيها هواية كمية من البهارات، ممكن تقللون منها إذا تحبون. ورا ما الطماطم جرت كل ميها ضفت زبدة الجازو وحليب جوز الهند، وهاي إضافات من عندي لأن هم يخلون الجريفي اللي هو عبارة عن بصل وجازو مسلوقين يصفوهم ويطحنوهم بالخلاط. وآخر شي ضفت الجازو المحمص، وطلعت كلش كريمية وتشبع، وبس بالعافية.